السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. شويه بقى حاجات كده من الاكل بتاعنا المصري الاصيل ده، مسقعه وبطاطس اقراص كده مقليه وقوطه وخيار وعيش بقى، بس ايه، بنص كوبايه زيت. شوفوا، دي كوبايه الا ربع من الزيت اهي قدامكم قبل ما هبتدي اقلي. وده كان شكلها بعد ما قليت وعملت المسقعه كمان، يعني انا خدت من الزيت القلي وعملته. بصوا باقي ربع الكوبايه، يعني بنتكلم في حوالي اقل من نص الكوبايه زي ما انا قلت. بسم الله. وهنبتدي المقادير. اول حاجه بجيب البتنجان بتاعي، قطعوه يا اما حلقات يا اما طويل كده او مكعبات زي انا ما بعمل. رشوا عليه شويه ملح كده وسيبوه حوالي نص ساعه، هتلاقوه نزل الميه بتاعته. بعد كده هنجيب خليط بقى ايه من النشا الحلو كده بتاعنا، على شويه دقيق او نشا بس. حط عليها شويه كمون، ما تحطوش ملح لان خلاص كده اوريدي البتنجان بتاعنا خد الملح بتاعه. وفي زيت السخن بتاعنا وفي الطاسه دي يا جماعه مقاس 14. اقلوه وحطوا حبه صغيرين، هيطلع معاكم بالمنظر ده. بصوا بقى، خليكم باصين على ايدي كويس. اولا شكل البتنجان اهو قصادنا مش شارب زيت، يعني كميه الزيت اللي واخدها. بصوا انا مش حطاه على مناديل ولا حطاه على اي حاجه. شايفين الطبق عامل ازاي؟ اظن لو احنا بنقلب الطريقه العاديه بتاعتنا كان زمان ايه، شوربه زيت معموله حوالينا في البتنجان. نيجي بقى ايه للمسقعه. طبعا انا قليت برده شويه فلفل رومي، مش محتاجه ان انا اصورها يعني. نجيب الحله بتاعتي واحط شويه زيت من اللي انا قليت بيهم، وهنزل كده بفصين 3 توم واديهم تشويحه لغايه ما يوصلوا اللون الذهبي الحلو اللي قصادنا ده. هنزل عليهم يا اما بصلصه متسبكه عندنا، يا اما عصير طماطم هنضربه في الخلاط، يا اما بصلصه برطمانات. لو الصلصة عندنا متسبكة فبنحط حوالي ربع كوباية. لو الصلصة عندنا برطمانات هي معلقة صغيرة مليانة من الصلصة، ده على نص كيلو بتنجان. لو احنا هنعملها عصير طماطم فهو نص لتر من العصير الطماطم كده وتمام جدا. نسيبها تتسبك شوية وتاخد من تطعيمة الثوم، ننزل عليها بالبتنجان بتاعنا وكمان بالفلفل الرومي. خلاص وصلت للون ده، او احنا نازله عليها بطشه كده بشويه خل. وكمان لو بتحبوا السبايسي يبقى هريسه او شطه. خلصت المسقعه بتاعتنا، ولا اسرع ولا اجمل ولا احلى من كده. نيجي للبطاطس البوريه اللي احنا عملناها اقراص. اقطعها مكعبات صغيره، احط فيها شويه ملح في الميه واسيبها تتسلق واغطي كده، هتاخد معانا حوالي تلت ساعه. بعد كده احط عليها شويه من النشا او البقسماط زي ما انتم عايزين المتوفر عندكم. انا ما كانش عندي بقسماط حطيت نشا، ولو حابين كمان حته زبده او حته سمنه براحتكم، وشويه لبن. خلي بالكم النشا او البقسماط هيشربوا مننا المواد السائله. المواد السائله اللي هي ايه؟ الزبده واللبن. احنا بندي تطعيم عشان يديها كده طعم ريتش، لكن ممكن نستغنى تماما عن الزبده والسمنه، وممكن كمان نستغنى عن اللبن ونهرسها كده عادي. بعد كده اعرف منين انها كده؟ بصوا شايفين كورتها اهو وبططتها كده مش متشققه معايا، يبقى هي السوائل بتاعتها مظبوطه جدا. كورتهم كده شويه كور، وبعد كده هحط معلقتين لبن او معلقتين ميه زي ما انتم حابين. انا عندي طفل فبجيب له لبن، فطبيعي هاخد من اللبن بتاعه. فمعلقتين اللبن اهم، وشويه البقسماط على شويه دقيق ونشا خفاف جدا. بصوا الكميه قد ايه، حاجه لا تذكر. ده دول كانوا باقيين عندي، يعني انا كنت بلم كل اللي موجود عندي عشان بنضف التلاجة. بنزل البطاطس بتاعتي في خليط اللبن، ما بحطش ملح ولا اي حاجه لان انا ظابطه الملح بتاعها كويس جدا. واطلعها احطها في البقسماط واطبطب عليها بس كده اهو بصوا. كان المفروض ان انا بعد ما اكورها ادخلها شويه التلاجة تشد، بس ايه، قلت لا، انا هوريكم دلوقتي الحركه اللي انا هعملها. مطرح ما بنلف بايدينا الحاجات دي بتاخد سخونيه. بصوا شايفين لمت نفسها تاني، مفيش اي مشكله خالص. حطينا شويه بقسماط تحت وشويه بقسماط فوق، وعلى الفريزر 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق مش اكتر من كده. اكون في نفس الطاسه اللي انا كنت قاليه فيها البتنجان بتاعي والفلفل عشان المسقعه، اكون مجهزه. انا مش عايزه زيت غزير، انا احطها كده فيه، هي تطلع من الفريزر ساقعه متلجه، تنزل في الزيت تحفظ القوام بتاعها مظبوط جدا. لان ناس كتير بعد ما بيحطوها يا عيني في الزيت بتفك منهم. هي دي اسلم طريقه ان احنا ما تفكش منكم. تاخد اللون بتاعها تطلع زي الفل. ادي الاكله، اسرع من كده مفيش، احلى واطعم من كده برضو مفيش. شايفين لون المسقعه وجمالها، وشايفين سيبكم القطه والخيار طبعا ما بنعملش فيهم حاجه بس شايفين البطاطس اللي قراص دي حكايه. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.